السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد. هنعمل بقى الحنة. جبنا الحنة عشان بقى نرسمها بتاعة الضوافر والجلد. الحنة بتاعة اللي هي رسمة على الجلد دي انا اول مرة اجربها. انا جربت اللي هي الضوافر، وجربت اللي هي بتاعة اللي احنا جبناها للحواجب، بس برضو مش بنرسم بيها حواجب يعني. بنرسم بيها الحنة على ايدينا وعلى ضوافرنا بترسم، وبتاعة برضو الضوافر بترسم على الجلد برضو وكل حاجة. المهم اول حاجة لما نجيب الحنة، عشان في ناس بيبقى عندها حساسية. وبصوا يعني اللهم احفظنا يعني. الرسمه اللي انت بترسميها على ايدك بترسم بحبوب. فاحنا نحط حته كده من الحنه على ايدينا ونشوفها عامله ايه الاول. عندنا حساسيه ولا لا؟ ما عندناش حساسيه بنشتغل بالنهار تاني. عندنا حساسيه خلاص نبعد عنها، ما نستخدمهاش. الحنه زي ما احنا شايفين بيكون فيها اللي فيها ايه اللي هو الازازتين. هي واحده اللي هي ماء اكسجين، وهي الواحده اللي فيها الحنه السمراء دي او الحجر الاسمر المطحون. بنحط شويه من الحنه. لو احنا هنشتغل بقى اكتر من فرد يعني بنحط البتاع على بعضها. بخبطها شويه عشان تنزل كل فيها. المهم نخلي بالنا. انا اللي بلبس جواندي، بجيب جواند والبسه بيكون فيها واحد الجواند من هي البلاستيك ده. بس انا بجيب الجواند ده البسه عشان برضو ما يبهدلش ايدينا، طبعا بنبهدل برضو كالمعتاد يعني. حطيتها كلها. هحط جزء ماء الاكسجين وابدا بحط بقيه الجزء. والمهم ان احنا نقلبها كويس. ماء الاكسجين بيكون كتير، ما نحطوش كله. يعني مش كل ماء اكسجين نحطه على على العبوه بتاعه الحنه دي. نحط جزء. طبعا ممكن تستخدم نعجن بودانه. نعجن بودانه او نعجن باللي هي الخله، او نعجن بوعد الكبريت. احنا دايما شغالين بالكبريت ده. زودت تاني ماء اكسجين وعجنتها كويس لان كان فيها كلاكيع كده بتضغط. بنعملها بماء اكسجين بوعد الكبريت كده ونعملها. الرسمه الورق بنشتريه دي انا كنت جايبها ب 15. اول ما اقول ب 15 انا شكيت فيها بصراحه، وطلع شك عن محله يعني. المفروض ان الحنه مكتوب عليها البني بتعجنيها وتحطيها تسيبها نص ساعه على ايدك. لو انت عايزاها سمره بتعجنيها وتسيبيها تختمر نص ساعه وتحطيها. احنا المهم ان احنا اشتغلنا على ما حطينا على ايدينا واشتغلنا كان فيها اكتر من نص ساعه. وبرده ما ادتنيش اللون اللي احنا متعودين عليه. بص بقى بنجيب الورق ونبدا نحطه زي ما احنا شايفين كده. حطي زي ما انت بتحطيها وتخلعيها وتعمليها. المهم تكون ايدك ناشفه، ومكان ما تبقاش الايد عرقانه، لان لو كانت عرقانه بتبدا انها تفصل من اللزق بيفصل. عملنا الرسمه الاولانيه زي ما احنا شايفين، ودي الايد التانية. قعدنا برضو نصمم كده عشان نطلع تصميم حلو يعني شكل حلو في النهايه. ودي حطيتها دي ورجعت شلتها وحطيت اللي هي التخينه بحيث تبقى ايد عليها صوابع وايد التانية لا، عشان البنت التانية كمان. طبعا الصغيره كمان عايز تحط زي اختهم فحطينا لها برضو. بنبدا نمسك بقى بعود الكبريت كده ونحط على صباع صباع. ولو الحنه طلعت مننا غصب عننا كده بنمسح بمنديل او حاجه. او لو في الودانه بقى في الوقت ده بتبقى حلوه. لكن احنا نحط بيها ما بتبقاش حلوه، لكن في الوقت اللي احنا بنمسح فيه بتكون ودانه كويسه في الوقت ده. معلش على سوء التصوير يعني. بصوا كده بنمشي بقى على الفتحات دي ونحط عليها، او نمسك نعمل كلها بس نضغط عليها شويه عشان تدخلها الحنه تعدي من الفتحات. الفتحات بتاعتنا كنت حاسه المره دي الفتحات بتاعه الورق بتاع الرسم دي كانت ضيقه، فما كانتش طالعه برضو الرسمه مظبوطه زي ما هي كده. بصوا زي ما احنا شايفين. وكمان حطينا على الضوافر. في ناس بتحب تحط انها بتدهن فازلين على ايه، على نهايه الضفر، بحيث لو احنا طلعنا بالحنه على بره. بس احنا هنتبهدل برضو، هتبقى كده كده لازم هنتبهدل. الحنه اول يوم بتبقى الايد شويه مش شلفطه، وبعد كده بتظبط. احنا مش محترفين، احنا بنحط لاولادنا وبنحط لينا يعني، مش نوع مش احتراف يعني، بس بنحاول ان احنا نتفادى ان احنا نبهدل ايديهم وايدينا. نمشي كده على الفتحات. بنتي دي في رابعه ابتدائي، عشان ما تقولوش اللي ايده ظاهره ومش ظاهره يعني. احنا برضو ناس محتشمين يعني الحمد لله. بصوا مشيت على الفتحات واحده واحده، ونحاول ما نبهدلش زي ما قلنا. والضوافر برضو. يعني من الرسمه الورقه فيها في ورقه اكبر من دي، يعني الورقه اللي احنا جبناها بتاعه الرسم دي في ورقه كمان اكبر منها كنا جايبينها قبل كده. كانت حلوه. الورقه دي صغيره شويه، يعني تكفي نقول لفرد. لو احنا حطينا الصوابع اللي فيها هي فيها 10 صوابع لو حطيناهم يعني على الرسمه. دي الصغيره بقى عايز تعمل زيهم، فحطيت لها هي كمان بتشاور هي كمان عايز تعمل زيهم، فحطيت لها برضو الصوابع. بس طبعا الاطفال ما بيستحملوش لان هو فيها ماء اكسجين، فماء اكسجين بيوجع شويه في الضوافر. هي ما استفدناش حاجه من الحنه دي بامانه غير انها وجعت ضوافر العيال بس. لكن كلون بصراحه ما طلعتش حلوه. رسمه نوعا ما حلوه، بس لما اتغسلت بكره مش هنلاقيها. يعني بنغسل ايدهم مره واتنين وتلاته كده مش هنلاقيها خالص، يعني الرسمه البسيطه اللي طالعه دي. طبعا هي فرحانه زيهم، بنراضيهم برضو. بس طبعا اكتر ناس بتتبهدل هي الاطفال دي. لما نحط عليهم نحط لهم حنه.
يبداوا يتحركوا، لان هم مهما نقول لهم اثبتوا عمرهم ما هيثبتوا. مش هيثبتوا زي ما احنا عايزين، بس في الشكل حلو يعني. حط له. العيال بتبقى فرحانه قوي بحاجه زي دي، بيبقوا يعني سعداء بان احنا نعمل لهم حاجه زي فرحانين بيها. طبعا احسن من من المونوكير والحاجات دي، عشان خاطر البنات اللي هي بتصلي. فبالنسبه لهم الحنه مش بتنقض الوضوء، او بتخلينا نتوضى عادي، لانها مش بتعمل عازل على الضوافر او على الجلد، يعني انها تمنع ان هو إن الميه توصل للجلد، او التاتو والحاجات دي طبعا ما نعملهاش. فدي رسمه عاديه بتاعت حنه. اهم حاجه نظبط زي ما احنا قلنا عشان ما نتبهدلش، وطبعا بهدلنا كالمعتاد يعني. ومفيش مانع برضه ان انا احط على ضوافري، انا بحب احط حنه على ضوافري. بس طبعا ما طلعتش مظبوطه برضه، هوريها لكم في اخر الفيديو. آه، دي بقى هنا احنا يعني بنخلص ونسيبها شويه كده، ما بكملش 5 دقايق، ونبدا ان احنا نشيلها، نشيل الورق، او ممكن تخلصوا وتشيليها على طول يعني. بصوا بس تحسي برضو ايه الفتحات بتاعتها ضيقه، بس الرسمه حلوه، الرسمه كرسمه حلوه بصراحه يعني. هنا بنمسح بقى الزيادات. بصوا الرسمه بتاعتها اللي فتحاتها كبيره، بصوا رسمتها كده عامله ازاي، حلوه، رسمتها واضحه شويه، والفتحاتها ضيقه، رسمتها جميله، شكلها حلو. والصغيره برضو عملنا لها اهي. ده بقى المكتوب على العلبه من بره. بس طبعا انا يعني انا بادئه تقريبا من 10. على ما خلصنا وغسلنا كانت 11 ونص، وكانت برضو ما عملتش اي حاجه. يعني العيب مش الطريقه اللي احنا تعاملنا بيها، لكن العيب في الحنه نفسها، انها فيها مشكله. اول مره اجرب زي ما قلت بتاعت اللي هي الحنه اللي هي رسمه على الجلد. بصوا انا حاطه لنفسي لما جيت شلتها. بنت الصغيره طبعا شلنا لها في الاول، اول واحده، لانها بدلت انها متضايقه منها وعماله تقول نشفت 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 عشان اشيلها لها. غسلت لقينا انها مشيت من ايديها. انا لما مسحت ضفر برضو لقيت ان هي نفس الحكايه. فما انصحكمش بصراحه بيها خالص. دي بقى بنتي هي بعد ما غسلت، اللي هي بتاعت رابعه ابتدائي، بعد ما غسلت بصوا يعني مفيش الحنه حاجه، ولا منها حنه بني ولا هي حنه سمراء. تحس ان هي لون بنفسجي هادي كده. بصوا عامله ازاي، يعني بجد بس الرسمه حلوه. طلعت معانا مظبوطه، رسمه ما هاش مشرفطه ولا حاجه. بس هي لو كانت بقى حنه بجد زهره حلوه، كانت تبقى جميله. ما انصحكمش بيها بجد. بعد كده لما نجيب المره الجايه ان شاء الله، وهنجيبها تاني عشان نرسمها، عشان برضو العيد. بس مش هينفع دلوقتي بقى، بعدين يعني هرسمها تاني، نرسمها بعد العيد لما دي تكون مشيت شويه، عشان ما تبقاش شكلها وحش. هنجيب اللي هي الحنه اللي هي اللي بتاعه الضوافر، اللي مكتوب عليها ضوافر، لا مكتوب عليها رسم حواجب. ونعملها برضو للجلد عشان تبقى حلوه. هي زينه حلوه برضو بالنسبه لينا يعني. اتمنى اكون افدتكم، وعيد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.